السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدين المنتخب المغربي لكرة القدم بإنجاز تاريخي في المونديال قطر وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه إلى اللعب الجماعي والقتالي للاعبيه، لكن لاعبا واحدا لفت أنظار جماهير وكبار الأندية الأوروبية هو الجندي المجهول سفيان أمرابط. كيف ما كيعرف سفيان أمرابط، كان الجميع أنه ما كانش يتسنى بأنه غادي يظهر بهذا المستوى، مع العلم كان كلشي أنه متخوف من هذا اللاعب لأنه كان تيقوم بواحد الأخطاء عديدة قبل ما يظهر في هذا المستوى ويفاجئ الجميع. حتى شفنا حاليا أنه عدة أندية كبرى لمن ضمنها ليفربول أنهم تيحاولوا أنهم يتواصلوا معه باش أنهم يتعاقدوا معه في هذه الانتقالات الشتوية. منذ بداية العرض العالمي في قطر لا يترك أمرابط الرئة التي يتنافس فيها أسود أطلس مكانا في الملعب إلا وتواجد فيه، يساند الدفاع كثيرا ويقطع وينتزع الكرات من لاعبي المنتخبات المنافسة، ينظف المنطقة أمام رباعي الخط الدفاع بشكل يشكل حلقة وصل بين الدفاع والهجوم، ويؤكد حضوره في الهجوم بتموين زملائه بكرات متقنة للتهديف. يلبي أمرابط تماما ما يطلبه منه المدرب ودريغلاغي، وما يزيد عن من أهمية تألقه الحرية التي يمنحها إليه والقتالية الرهيبة التي يخوض بها المباريات منذ البداية وحتى الثانية الأخيرة. اهتمام كبار أوروبا اللقب المستمر زاد من اهتمام كبار الأندية في القارة العجوز بخدماته، أبرزها ليفربول الإنجليزي حسب تقارير صحفية يلخص زميله سفيان بوفال دوره في صفوف المنتخب قائلا: اللاعب الذي تمركز إلى جانبي لديه حرية التحرك إلى الأمام، أما أنا فلا يتعين علي أن أترك مركزي وإلا سيكون هناك مخاطرة. لعب سفيان المباراة الملحمية الأخيرة ضد إسبانيا بحقنة مسكنة للآلام في الضرب أبقته مستيقظا حتى الساعة 3 صباحا ليلة المباراة. علق قائلا: لا يمكن التخلي عن اللاعبين وبلدي. قتالية سفيان ليست بغريبة على عائلة أمرابط، فشقيقه نور الدين أبان عنها خلال دفاعه عن ألوان أسود أطلس، ولعل أبرزها مشهد إصابته برأسه في المباراة الأولى ضد إيران في مونديال روسيا وتصميمه وإصراره على اللعب رغم معارضة الجهاز الطبي. وقتها دخل مكانه شقيقه سفيان وخاض دقائق قليلة فقط كانت بمثابة انطلاقة لفرض نفسه أساسيا في تشكيلة الأسود بعد نهاية العرس العالمي الروسي، حيث أصبح لا غنى عنه في التشكيلة أسود الأطلس، وخاض حتى الآن 43 مباراة دولية. يحظى الشقيقان أمرابط بإعجاب كبير من الجماهير المغربية، حتى الآن الأخيرة طالبت والده بإنجاب صبي آخر ليكون ركيزا من ركائز المنتخب المغربي في المستقبل. نضج أمرابط كثيرا في الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ انتقاله إلى هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة من كلوب بروش البلجيكي منتصف موسم 2019-2020، فكان بوابته إلى فيرونتينا في نهايته. استفاد كثيرا من تجربته الاحترافية في الدوري الهولندي والتي بدأها مع فريق أوتريخت ومنه إلى فاينورد المتوج معه بلقب كأس المحلية. وصف مدربه السابق في كلوب بروش الكرواتي إيفان ليكو بقاطع الطريق بالنسبة لي في الملعب. رد أمرابط: أنا أفهم لماذا قال ذلك، في بعض الأحيان يجب أن تكون قاسيا في الملعب وأحاول أن أكون ذلك اللاعب، فأنا شخص لا أخاف من أي شخص. ببنية جسدية هائلة ورأسية الحالقة أبهر لاعب فيرونتينا منذ بداية كأس العالم أحد مدربيه السابقين في فيرونتينا تشيزاري برناردي قال: سفيان أمرابط يتمتع بصفة استثنائية إنها محرك جسدي. يقول عنه مدربه في المنتخب المغربي ودريغلاغي: سفيان بصدد قطع مرحلة مهمة في مسيرته الاحترافية، إنه أول لاعب مدافع في صفوفنا وأول صانع للهجمات. نحن سعداء ونأمل في أن يبقى في هذا المستوى ليساعدنا على النجاح في المباراة التي نخوضها. يوضح أمرابط: وقتنا هي أن نكون فريقا حقيقيا، الجميع يركض الجميع يقاتل. ويضيف: من الناحية التكتيكية نلعب في منتصف ملعبنا وأكثر كثافة من الهجوم، لكن لدينا لاعبين يمكنهم تسجيل. بالتأكيد سيواصل أمرابط القيام بعمل حيوي في المواجهة ضد البرتغال من أجل مواصلة المغامرة ومقارعة الكبار. سبق أن لعبنا ضد البرتغال التي تملك لاعبين مميزين، وسنبذل قصارى جهدنا لكي نواصل مشوارنا في البطولة. معظم لاعبي البرتغال يلعبون في أندية كبيرة، لكننا أيضا نملك لاعبين مميزين ويمارسون في صفوف أندية كبيرة. وبهذا أستودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.